اليوم غادي نشارك معكم واحد المسمن معمر في الفران كيجي خطير بحال الا مصايبينه بورقه الفيلو. شوفوا ما شاء الله كيجي رائع مقرمش ومورق، وايضا بواحد الحشوه اللي خطيره تقدروا تكونوا اول مره شفتوها. باش ما نطوش عليكم غادي نبداو مباشره في المقادير وطريقه التحضير. ما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقكم الجميله، وما تنساوش المسابقه اللي غادي تبدا ابتداء من يوم الاحد. غادي نحتاج نص كاس ديال دقيق الفينو اللي هو دقيق القمح الصلب، مع 3 ديال الكيسان ديال دقيق الفورس، واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال الخميره ديال الحلوه والملحه. وغادي نجمع العجين ديالي بالماء اللي يكون يعني عادي من الصنبور، تقريبا احتاجيت كاس وربع ديال الماء. بالنسبه للخميره ديال الحلوه راه غادي تشوفوني درتها 2 مرات، راه درت غير معلقه ما بانت لياش عامره مزيان، فضفت واحد شويه. صافي عجنت العجينه ديالي ودلكتها مزيان، ومن بعد دهنتها بالزيت ودرتها في البلاستيك الغذائي وخليتها كترتاح. وغادي ندوزو نحضروا الحشوه. في واحد المقيله درت شويه ديال الزيت ودرت تقريبا 5 ديال الحبات ديال الفلفله مليحه والابزار، وسديت عليها وخليتها كتقلى على نار اللي تكون مجهده. يعني النار كتكون مجهده وكتسدوا عليها باش ما كتطلقش لكم الماء، وفي نفس الوقت كطيب وكتحمر حتى كتقلى وكتحمر مزيان. وكنحيدها، وفي نفس المقله درت تقريبا 2 حبات ديال البصله حجم كبير، شويه ديال الزيت الملحه والابزار، وبنفس الطريقه كنسد عليها النار تكون مرتفعه وكنقليها. ما كنجمعهمش مع بعضياتهم عفوا، باش كل وحده كطيب لنا على خاطرها، كتحمر على خاطرها وكتعطينا ديك النكهه البنينه ديالها. الا جمعتهم مع بعضياتهم ما غاديش يجوكم زوينين وما يعطيوكمش نفس النتيجه. قليت واحد نص كيلو ديال الصوص حتى هو يعني غير هو طلق الزويته ديالو، ما حتى تحتاجوا ديروا ليه لا زيت لا حتى شي حاجه. وهذيك الزويته اللي طلق لينا كندوب فيها واحد 125 غرام ديال الزبده. من بعد كنصفي هذيك الزبده وهي باش غادي نورق كتجي بنينه بزاف، يعني خطيره. جربوا هذه الطريقه هذه وهذه الحشوه بهذه الطريقه اللي وجدتها معكم وما غاديش تندموا نهائيا، غادي تجيكم بنينه. خديت هذاك الصوصيس اللي قليته وبديت كنقطعو هكا طريفات صغارين، درتو في واحد الزلافه. غادي نضيف عليه هذيك الفلفله اللي قليتها، ثم البصله حتى هي اللي قليتها، وغادي نزيد عليه شويه ديال الزيتون خضر مقطع صغير وشويه ديال الزيتون كحل. يعني تقدروا ديروا غير الخضر بوحدو او غير الكحل بوحدو. المهم كتجي حشوه لذيذه بزاف، مختلفه شويه على الحشوات اللي مولفين كنحضروا، ولكن راه خطيره. جربوها وردوا عليا. رجعت لهذيك العجينه ديالي بعد ما ساليت الحشوه حطيتها كتبرد، قسمتها ل7 ديال القطع. غادي ندهنها بالزيت وغادي نخليها كترتاح واحد ربع ساعه صافي. ومن بعد ما دازت هذيك ربع ساعه العجينه ديالي كنلقاها بانها طلقات ولات سهله في التشكيل. خديت اول قطعه ديال العجينه. هاد الطريقه هذه اللي غادي نديرها لهاد القطعه هذه غادي نديرها لهذوك 6 كاملين اللي بقاو ليا. بسطتها مزيان حتى ولا كيبان لي سطح العمل، ودهنتها بهذيك الزبده اللي ذوبتها. وغادي نجمعها عادي بالطريقه العاديه كيف ما كنجمعوا العجينه، يعني ما كنديروا كيف ما كنجمعوا المسمن. وما كنحتاج ندير ليها لا دقيق ولا حتى شي حاجه، غير بديك الزبده اللي ذوبتها فقط. صافي غادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. ومن بعد كنرجع لاول وحده وجدتها كنلقاها طلقات وكنبسطها. كنحاول انني نبسط من جناب اكثر من الوسط، يعني الوسط حتى هو كتبسطوه ولكن ماشي بزاف. ضفت هذيك الحشوه اللي وجدتها ومن بعد شويه ديال الفرماج، وغادي نبدا كنجمع الجوانب بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. طريقه راه سهله وبسيطه وما تخافوش منها. هاد الطبقه هذه اللي فيها الجناب مجموعين ما غاديش تجيكم معجنه نهائيا، بالعكس هذه هي الطبقه اللي غادي تجيكم مقرمشه. شوفوا معايا الطريقه باش حطيت هاد المسمنات هادو في اللاطه. الجهه اللي طويت فيها هادوك الجوانب هي اللي كتكون الفوق، يعني هي اللي كتكون الوجه ديال هاد المسمن. غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا معايا. انا عندي ديك الحشوه قسمتها على 7 على قد القطع ديال العجين باش هكا نديروهم يعني يكونوا متساويين. كندير قطعه ديال الفرماج المربع ديال الساندويتشات وكنجمع الجوانب. صافي كنوضعهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران، وكنحاول انني نقاد لهم الشكل ديالهم، يعني ما كتبسطوهمش بزاف، غير كتقادوا لهم الشكل. بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله خديت واحد الموس اللي يكون ماضي، يعني سكين اللي يكون حاد، وبديت كندير واحد الخطيطات بهذا الشكل هذا. ما كنوصلوش للحشوه، فقط في هذيك الطبقه ديال العجينه الفوقانيه. كندخلهم للفران على 180 درجه غير من التحت، يعني النار هادئه كتشعلوا لهم غير من التحت حتى كيطيبوا. كيبان لكم بداو كيتحمروا من التحت، عاد كنشعل عليهم من الفوق. فاش كيوصلوا لهاد المرحله هذه من التحمار كنخرجهم. كندهنهم بواحد الصفر ديال البيضه مع صلصه الصوجا والخل. تقدروا تستغناو على هاد المرحله هذه وتحمروهم غير مزيان وتقدموهم بالصحه والراحه. غادي نردهم للفران مده ديال 15 دقيقه، النار فقط من الاعلى حتى كنحصل على هاد النتيجه هذه. كيجيو محمرين ومقرمشين ومورقين
بحال الا مصايبينهم بورقه الفيلو كيجيو فعلا رائعين بزاف. ما تنساوش المسابقه اللي غادي تبدا ابتداء من يوم الاحد وفيها جوائز اللي زوينين بزاف، اما آلة البانيني او لا هاشوار نوعيه ممتازه. الشروط ديال المسابقه هو ابتداء من نهار الحد. الفيديو اللي غادي نشاركه معكم غادي تدخلوا تفرجوا فيه، غادي تخليوا واحد التعليق كتطاغيو فيه احد الاصدقاء ديالكم، من بعد غادي تبارطاجيوه في الحساب الشخصي ديالكم صافي، وكتسناو يجي نهار السبت باش نديروا القرعه ونشوفوا شكون اللي فائز معنا في هذا الاسبوع هذا. ما تنساونيش من لايكاتكم وتعاليقكم، والى اللقاء.